أنا أم دايما بزعق. عيالي لما يغلطوا غلطة قد كده بلاقي نفسي بنهار وبصرخ وبتعصب. مش طايقة زنهم، مش طايقة أي غلطة. والمشكلة اللي قد كده بتاخد مني رد فعل كبير قد كده، وبعديها بقعد أعيط لوحدي وبسأل نفسي، هو أنا كده أم وحشة؟ الحقيقة يا ست الكل لأ، انتي مش أم وحشة، انتي أم مضغوطة، أم مرهقة، أم ما عندهاش مساحة نفسية لنفسها، أم مخها اتملى دوشة عيال ومشاكل بيت وواجبات دروس ومدارس وتنظيف ومكوى ودروس وتمارين وي وي وي. أم تاهت وسط ده كله، فطبيعي مخها ما بقاش فيه مساحة لنفسها. لما تلاقي نفسك كده يبقى مش بس عشان سلامك النفسي، ده عشان سلام عيالك النفسي، عشان بيتك، عشان حاجات كتير جدا. ادي لنفسك مساحة نفسية تصححي فيها وترممي فيها اللي باظ جواكي. ادي لنفسك مساحة تسمعي فيها أغاني، تريحي فيها من شغل البيت، مفيش أكل، مفيش هعمل حاجة. ادي نفسك مساحة تخرجي مع حد من أصحابك. ادي نفسك مساحة تفتحي المصحف كده وتقري فيه، تصلي من غير ما حد ينادي عليكي ويا مامي ورايا كذا، يا مامي ميعاد التمرين، يا مامي تعالي عايزة أعمل كذا. ادي لنفسك مساحة تفصلي فيها، مساحة لنفسك، مساحة تعملي فيها رياضة، تروحي تتمشي فيها بلا هدف، مساحة حتى تقعدي ساكتة فيها ما تعمليش فيها أي حاجة. المساحة دي مش بس ليكي، المساحة دي عشان السلام النفسي لأولادك قبل ما ليكي انتي. ما تنسيش ان الطاقة اللي انتي بتديها كل يوم بتخلص، وهيجي يوم وهتقف خالص. العصبية دي مؤشر انذار كبير جدا، بيهدد عيالك قبل ما بيهددك. ادي مساحة لسلامك النفسي عشان تقدري ترممي نفسك، عشان تقدري تكملي اللي جاي. علم النفس الحديث بيقول ان المخ لما بيتعرض لضغوطات كتير جدا مش بيدي لنفسه مساحة للتفكير، فبيدي رياكشن سريع. الرياكشن ده رد فعل سريع اللي انتي بتشوفيه في زعيقك لحاجة غلطة صغيرة قد كده. الرياكشن ده اللي هو الزن اللي انتي مش مستحملاه، اللي هو كلمة جوزك اللي بيقولها على طول بس دلوقتي خلاص قفلت مش قادرة، اللي هو تمرين بنتك اللي اتأخرت فيه، اللي هو درجة نقصت فيها. مخك مش بيدي مساحة يفكر، بياخد رياكشن سريع وعنيف. ادي مساحة لنفسك تقدري تكملي بيها يومك، تقدري تكملي بيها حياتك. ادي لنفسك مساحة تخرجي من القوقعة اللي جواكي، قوقعة الالتزامات والمذاكرة والدروس والضغوطات. ادي نفسك مساحة تقابلي صحابك اللي مشفتهمش من سنين، مساحة ترممي روحك بالقرآن، مساحة تعرفي فيها معلومة دينية، مساحة تصلي فيها صلاة لحد ما تخلصي وتزهقي وتشبعي، رغم ان الصلاة طبعا ما بيتزهقش منها. مساحة تسمعي فيها حاجة انتي بتحبيها، مساحة تقعدي وخلاص. ادي لنفسك فرصة صغيرة وبسيطة تدوري فيها على نفسك. ما تنسيش نفسك جوه نفسك، لأن محدش هيرحمك لو قصرتي في حاجة، محدش هيرحمك لو زعقتي في ابنك ولا حصل له حاجة ولا جاله اكتئاب. فحماية ليهم قبل ما ليكي ادي لنفسك مساحة ترممي نفسك. لو ابنك ولا بنتك جالك ولقيتي نفسك اتعصبتي جدا، اعملي ال3 خطوات دول. أول خطوة، خدي نفس 3 ثواني، نفس بطيء 3 ثواني، و3 ثواني تانيين ادي لنفسك فرصة بسيطة تسكتي. ولو لسه الشدة أو العنف موجودين من ناحيتك أو تجاه ابنك، قوليله دقيقة بس واحدة أهدى. بعديها هتلاقي نفسك هديتي، روحي حضنيه وقوليله أسفة إني اتعصبت عليك. الحضن بيربي، العصبية عمرها ما بتربي، العصبية بتجيب أسوأ. بعديها هنلاقي الابن ده فترة المراهقة بتاعته أول حاجة بيطلع كل الكبت اللي انتي سببتهوله بسبب عصبيته عليكي انتي. ما تخدشيش المساحة اللي بينك وبين ابنك أو بنتك. أخدشها ازاي؟ ما أنا لما بزعق هيزعقوا، خصوصا فترة المراهقة اللي ما بين 9 سنين ل10 11 لحد 16 و18 سنة. أوقات بنحتد، صوتنا بيعلى فصوتهم بيعلى وبنزعل ونقول عليهم مش متربيين. لا، هما متربيين كويس قوي. الفكرة ان انا اللي كسرت الحاجز النفسي ده، هو سنهم ان هما هيردوا. فاحسن لي انا
ما ادخلش واقف قصادهم واقول انا اصل انا ما عرفتش اربي، لا. لما الاقي الوضع احتد بيني وبينهم، بس لما صوتك يهدى تعال نكمل كلام. لما تعصبش على مامي تعال نكلم كلام. مش مسموح بالصوت العالي. خدي رد فعل يحافظ على سلامه النفسي وسلامك النفسي. اسلامنا علمنا ان انت لما تبقي متعصبه تقومي من المكان اللي انت فيه، لو قاعده وقفي، لو واقفه عودي، اتحركي. الوضوء بيسحب الطاقه السلبيه. الصلاه بتصلح كل حاجه جوانا. اعملي ال3 خطوات اللي قلتلك عليهم ودمتي بصحه نفسيه وبخير. سلام عليكم.